ليه بتحس انك فاهم الناس وهي بتتكلم انجلش بس مش قادر تتفاعل معاهم ولا حتى تتكلم؟ وده مش لان انت ممكن تكون فاهم الكلمات او انت حافظ الكلمات او حتى الجرامر. ممكن على فكرة تفهم الشخص اللي قدامك من غير ما يتكلم. ممكن تفهم الشخص اللي قدامك حتى لو بيتكلم صيني او هندي او باكستاني او اي لغة في العالم. وده عشان انت ذكي. يعني ايه؟ يعني تقدر تفهم الفاشل اكسبريشنز، تعبيرات الوش والبادي لانجوج والحركه الايد والجسم، وبتقرا الايه التون. يعني لو هو متعصب هيبان، لو هو فرحان هيبان، لو هو برضو غضبان هيبان، ولو هو غيران هيبان. فانت بتربط كل ده مع بعض. يعني خليني اقول لك كده مثلا I am very hungry. تفهمها تحسها ولا اقول لك I'm very hungry؟ ده اللي حصل بالظبط. انت فهمت وشي وحواجبي لما نزلت وعيني لما ضيقت وايدي وانا بعمل كده، فانت خدت الصوره كلها، فهمت ان انا جعان، صح؟ لكن لو انا قلت لك I don't like pizza، لو انت مش فاهم يعني ايه I don't like pizza، مش فاهمها ككلمات، مش هتفهم اللي انا قصدي عليه. لكن اقول لك no I don't like pizza، لو انت بتديني بيتزا I don't like pizza. فاهم قصدي ايه؟ يعني لما اجي اتعلم انجلش اركز على الحاجات التانية اللي هتخلي شكل الانجليش بتاعي بيرفكت، مش بس ان انا احفظ كلمات وتشانكس جمل واعمل واتعلم الجرامر واقول conversations. فين احساسك بالكلام؟ On a hot summer day, a fox comes upon an orchard and sees a bunch of ripening grapes. It thinks, just what I need to quench my thirst. It moves back a few paces, runs and jumps. تخيل دي قصة للأطفال. دي قصة للأطفال. الطفل هيحس بإيه؟ هيحس بإيه؟ مش أنا قلت لك إيه؟ In a hot summer day, a fox comes upon an orchard and sees a bunch of ripening grapes. A bunch of ripening grapes? It thinks, just what I need to quench my thirst. It moves back a few paces, runs and jumps. هنا حسست الطفل في ثعلب ويوم حر وعنقود عنب وحديقة، حسسته بالكلام. فركز على الحاجات اللي بتظبط التواصل بأي لغة. ولو حبيت تتعلم أي حاجة من دي ابعت لنا في رسالة او اكتب لنا في الكومنتس وقول لنا عاوز اخد معاكم كورس الفوناتكس، الامريكان اكسنت، كورس الجرامر او الكونفرسيشن، او حتى تقدر تاخد اي كتاب من الكتب بتاعتنا. سلام.